كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الفول، هندمس فول وكمان هنعمل الدقة. اهم حاجة في الفيديو ده هي الدقة. الدقة هنعملها مع بعض، اللي هي بتاعت عربيات الفول، تبقى جاهزة معاكي طول الشهر موجودة، فيها توابل وفيها زيت وكل حاجة. تاخدي منها معلقة لأسرع تحضير طبق فول في الدنيا. فيلا بينا نبدأ. الفول ده زي ما انتم شايفين انا كنت نقعاه قبلها بيوم من بالليل، سيبته لحد ما صحيت اعمله. تمام، يتنقع في ميه عاديه خالص، عليها نص ليمونه، ومعايا عدس. العدس بيخلي القوام واللون كويس. هحط العدس وهحط الفول في الدماسه، وكمان هحط معلقه من النشا على معلقتين من الميه وادوبهم كده واحطهم، وهعصر نص ليمونه. انا مش بحب احط كركم. تمام، لو عايزه كركم والحاجات دي حطي، هتفتح اللون اكتر من كده، بس انا بالنسبه لي كده تمام. شايفين لونه كويس، والفول مستوي، وزبده انا بسويه على اهدى نار. اول ما يغلي تتسوى على اهدى نار خالص خالص خالص. هياخد براحته بقى يا جماعه 6 7 ساعات لحد ما يستوي. حطيه ونسيه اصلا يعني. انا بما اني مش هحطه في التلاجة هعمله كده اكياس واشيله في الفريزر يطلع، علشان الفول روحه قصيرة بيبوظ في التلاجة. خدوا بالكم من النقطة دي، بيبوظ من التلاجة بسرعة. فاعملوا اكياس على قد الطبق الفول ويطلعوا من الفريزر على طول، هيفك. نيجي بقى للدقة، اهم حاجة هنحط توم. تمام، في ازازة بقى، في بطرمان براحتك، وهحط في ملح، كمون، كزبرة وبابريكا. تمام تمام. هنحط خل. انا مرضتش احط ليمون، عشان ايه؟ مش عارفه، حسيت الليمون هيغير طعمه. حطيت خل وهحط زيت، ممكن ابقى ازود ليمون ساعتها يعني. وميه. تمام، شويه كده من الميه حلوين مع الخلطه دي، وهقلب كويس جدا. وتبقى عندك في التلاجة، حطها في التلاجة، متحطهاش في المطبخ. تمام، هنحطها في التلاجة وناخد منها بقى ايه، معلقه معلقتين على طبق الفول. وبصوا خطيره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.